الداش كام بالسيارات، فايش كثر مهمه يعني هذه خلينا نقول هذه الكاميرا بتخفي خلينا نقول ايضا حتى بالنسبه لكم انتم كرجال مرور في تنظيم السير او في مثلا كشف جريمه معينه، ايش كثر مهمه الداش كام؟ ممتاز. بالنسبه للداش كام يسالون كثير انه هو مسموح ولا ممنوع. هو هو مسموح، لكن ما في مشكله في تركيبه، لكن في ضوابط في استخدامه. إيه؟ فلا بد هو حال الكاميرا العاديه مثل التليفون، اذا التقط امر معين لابد انه ما ينشره، فالنشر هو المحظور، هو المنع. نعم. لكن انا انصح فيه. انا مثلا انا حاطه عندي في سايق البيت، حاطه السياره السائق، لان سبحان الله قد نحتاجه. نعم. قد يعني يستخدم كدليل، ومساله اخذ الدليل او لا من قاضي المختص وقاضي طبعا المحكمه. نعم. لكن اتكلم عن الدوريات، ترى كل الدوريات فيها كاميرات، كلها فيها كاميرات، 3 كاميرات اماميه وخلفيه وداخليه، وفيها مايك وفيها تتبع. جميل. عشان يحفظ حقوق الطرفين. جميل. كل الشكر لك صراحة، يعني معلومات مفيدة وفي وقتها وتوعوية، أكيد الكل راح يستفيد منها. شاكرين تواجدك معنا اليوم العميد محمد صبحان، رئيس أسبوع المرور الخليجي الموحد.